السلام عليكم. ندخلوا في هذا الموضوع ديال الهم. كما كاين الشر كاين الخير، وكما كاين القطيع كاين السرب اللي تمشي بوحدو. نبداو بالبدويه واحد السيده اللي كانت تعيش في واحد الطبيعه، في واحد القريه زوينه بزاف. كان عندها محتوى نقي وزوين بزاف، كان تيذكر الناس اللي عاشوا في هذيك الوقيته في البوادي، تيذكرهم بالعادات والتقاليد وتذكرهم بزاف ديال الحاجات. كانت تتسلي دوك الناس اللي ما بقاوش تلقاو ريوسهم في هذه التكنولوجيا والتقدم وهاد المحتويات اللي تتكون بعيده كل البعد على داكشي اللي عرفوه هما شحال هادي. كما تعرفوا باللي في التلفازه والقنوات التلفزيونيه فاش تيبغيو يرجعوا لشي حاجه اللي كانت زمان، ضروري ما انهم خاصهم يعوجوا فمهم ويقولوا الكلمات غلط وخاطئين باش انهم يضحكوا الناس، ولا باش انهم يفكروا الناس بشي حوايج اللي هي تيبقاو يزيدوا فيها هاد الاضافات وتولي حامضه. فهما كانوا بزاف ديال الناس اللي لقاو واحد الراحه نفسيه، واحد الفرجه زوينه بزاف في دوك اليوميات اللي تدوز منعمه في الباديه. المهم هاد السيده هي ما قارياش وهي اميه، وغادي يطرى ليها واحد المشكل واحد النهار بسبب انها ما قارياش، وغادي يكونوا هذوك الناس اللي كانوا تيحسدوها وتجيهم الحقد منها، واحد الحقد كبير واللي ما تصوروش الخوت. وكاين واحد المجموعه ديال الناس، واحد الفئه في المجتمع تتعيش معنا وتتكون هي واصله وقاريه وعندها خدمتها، ولكن تيجيها واحد الحسد وواحد الحقد كبير لدرجه انها كتبغي تنفجر بهذاك الحقد والغل اللي فيها. عندهم واحد التصور ان هذيك السيده اللي في الباديه ما خاصهاش تخلص مزيان وتشد هذوك الفلوس كاملين، وما خاصهاش تعرف هذاك النجاح كله. فهنا تنام هذا الحقد هذا. كانوا انا ملي تنجي نتكلم انا راني مستمعه، راني مني من الناس. انا كنت كنشوف البدويه، وكنت كنشوف الناس شنو كانوا تيقولوا ليها وشنو كانوا تينتقدوها، وشنو الهضره اللي كانت تخرج الهضره اللي كانت تخرج من الحقاد ومن المحسدين ومن الناس اللي هما اش غادي نقول لكم، اشر ما خلق الله. زعما شي ناس اللي هما كانوا تيحقدوا عليها وتيحسدوها وما تيبغيوهاش يكونوا عندها الفلوس ويكون عندها هذيك النجاح. تيقولوا واش جاب هاد الخلا ديال البدويه، هاد السيده هذه اللي ما قارياش اش جابها تكون تخلص مزيان وتشري حتى هي الديور وتشري حتى هي، فهمتوا؟ كانوا تيحقروها زعما حيت هي بدويه ما من حقهاش تعيش، ما من حقهاش تعيش وما من حقهاش تولي حتى هي عندها الفلوس وتولي حتى هي سيده من الناس ديال المجتمع. كما تنقولوا حنا. طبعا هو كل واحد ماشي اللي تربى في المدينه هو اللي تربى في الباديه، وماشي اللي كاين فروقات. كاين فروقات، وماشي اللي عنده مكتسبات هو اللي ما كانش عنده مكتسبات. هذه مساله كاينه. انما باش تجي وتحقر على واحد الانسان وتعاير وتعطيه صفه بمجرد انه مثلا كان من الباديه وغادي ينتقل للمدينه، فهادي ما راه ماشي غير راه فتو الحقد لهيه وفتو السم لهيه وفتو زعما لا حول ولا قوه الا بالله. حنا تنعرفوا باللي تيقولوا هذا مديني هذا بدوي باش تيتسمى هذا عنده معارف مدينيه هذا عنده معارف بدويه، ما فيها حتى شي حاجه. ولكن باش الانسان زعما انت بدوي راه صافي ما خصكش دير فلوس، ما خصكش توصل، ما خصكش تبدل، ما خصكش كاين هاد العقليه ديال الاخوان، وكاينه عند الناس اللي واصلين وماشي كلهم. كاين ناس اللي واصلين تلقاهم من السمن على العسل، ما عندهمش هاد الحساسات نهائيا. ولكن هذوك اللي عندهم الحساسات هما داك اللي كيكونوا واصلين بالدراع، واصلين بالدراع، داك الدراع زعما بزز، داك اللي تيكونوا القد هادو تيكونوا شويه مسيمين وما نعموش. ايوا نكمل لكم الاخوان. هاد السيده هذه البدويه غادا تدخل للمدينه. ملي غادا تدخل للمدينه غادا تبغي انها حتى هي تكون من الناس ديال تكون من الناس ديال المدينه ودير محتوى ديال الناس ديال المدينه وتبدل شويه صافي، لانها تخطط ديك المرحله ديال الباديه، بغات تبدل، بغات تدخل على المحتوى ديال المدينه وبغات دير حتى هي محتوى ديالها خاص بها. غير هو فاش غادا تدخل على هذا المحتوى هذا ديال المدينه غادا تلقاه ديجا موسخ. باش كان موسخ هذا المحتوى ديال المدينه، لازون حنا تنقولوها باش نضحكوا بها، شنو نقول لكم، كاستهزاء هذه الكلمه هذه. فاش دخلت البدويه لقات لازون موسخه، لقات المعيور ديال ولد الفلبينيه، لقات المعيور ديال هذيك اللي هي امها اللي دابا خارجه متدابزه مع البدويه. لقات تتعاطى مع دوك جوج الخوت ولا ثلاثه ديال الخوت. نسيت شنو كانوا تيقولوا لهم، نسيت شنو كان اللقب ديالهم. المهم ثلاثه ديال الخوت كانوا تيكريو الديور مع بعضياتهم، عمارات مع بعضياتهم، وتسكنوا فيهم وتيبقاو يتعاطاو فيما بيناتهم وتيخرجوا داكشي اليوتيوب والانستغرام. المهم كانوا دايرين حاله. عندي لازون كانت خانزه. غادي يجي رمضان عاوتاني غادي يخرجوا لينا الناس ديال الالوان بما فيهم صوفيا. كانوا تيخرجوا باللايفات بكلام
اش غادي نقول لكم، داكشي ما تقدرش تسمعوا في رمضان. في رمضان وكانوا تيتواجدوا في المغرب وما تمش، ما عرفتش علاش ما تمش، يعني ما تمش المحاسبه ديالهم، ما تمت المحاسبه ديال حتى شي واحد. المهم جات دخلت لقات لازون موسخه، ولحد الان لازون موسخه بالمعيور وبالمسبات وبالتراشق ديال الكلام من تحت السمطه. فهي شنو غادا تستمد من هذا المجتمع؟ مني غادي تلقى، ما نقولوش المجتمع لان حنا من هذوك ماشي مجتمع، لان حنا هما المجتمع، وهذوك الرباعه نسميوهم حنا لازون. هاد لازون هادو اللي لقاتهم هكاك، فهي استمدت منهم داك اش غادي نقول لكم، داك الوسخ استمدته منهم، وبدات حتى هي تتحاول انها تعاطى، وانها حتى طاحت في هذا المشكل هذا ديال انها جبدات البنيه. ملي جبدات البنيه طبعا ما عرفناش واش كانوا متفقين بيناتهم ولا خلاوها بالعاني تعاطى، ولا كانوا اتفقوا بيناتهم انهم يتعاطوا ولكن دايرين ليها فخ انها ملي تعاطى الا جبدات البنيه غادي يستفزوها في الفلوس واما تدخل الحبس، ولا مثلا غادي يديروا بها شكايه بلا استفزاز بلا حتى شي حاجه باش يبعدوها. علاش الاخوان؟ لان وعلاش انا غادي نقول لكم علاش الناس ما مصافينش مع البدويه. لان البدويه تتزيد مع هذاك بكريشه والاخرين، يعني الباقي ديال دوك الجماعه مع سعاد. فملي فهمتوا دابا كيفاش على داكشي، دابا الهجوم كله غتشوفوه على البدويه، دابا حنا شوفوا ما تنتكلموش بالعاطفه، راه قالت وراه شوفوا انا واخا تقولوا لي قالت وما قالت وفعلت وما قالت، انا عندي كلشي بالعقل. هذيك السيده ما قارياش وهذوك الناس اللي تيقولوا لا ما خصناش نقولوا ما خصناش، راه تيقولوا في نفسهم، تيقولوا بينهم وبين راسهم. انما البدويه حيت ما قارياش فتتقول بطلاقه، تتكلم بالطبيعه ديال الام، تتكلم بها. فهمتوا دابا؟ فخاصكم تعرفوا بلي راه كاين الاعيب تتطبخ من التحت للتحت. دابا هاد البدويه هادي ملي خرجات تدافع على بكريشه راه بزاف غادي يكرهوها. ودابا اليوتيوبرز ملي تيجيو يحطوا المحتوى تيشوفوا الاغلبيه مع من جايه. دابا الاغلبيه جايه ماشي مع البدويه، دابا الاغلبيه جايه مع هذيك اللي تتبكي على منتها، تيجيو عليها لان كلشي جاي عليها، ما يقدوش يجيو مع البدويه. فخصكم تعرفوا بلي حتى هذوك اليوتيوبرز اللي تيبغيو يقولوا كلمه الحق هما تيقولوا انا شعليان نهضر، انا نمشي مع القطيع ونتخلص، انا مالي. فهمتوا؟ انا الخوت ما كاري شاري ما عدي دراري كما تيقولوا، يعني انا ما تيهمني نشد مع حتى شي واحد الخط، وما تيهمني حتى شي واحد، ما تنزيد مع حتى شي حاجه، تنزيد مع عقلي. بانت لي الحاجه هكا تنقول هكا، بانت لي الحاجه ما هياش تنقول ما هياش. فانا هنا ما عطيتش مثلا ما عطيتش الراي ديالي. انا ما اش غادي نقول لكم في الراي ديالي، انا ما مع حد الخوت، ما كاين ما يعجب من الاخر. فانا بغيت غير نوضح لكم شنو واقع. البدويه راه ما غادي نوضوا ليها على حساب تيتسالوها علاش تجي على بكريشه، والاخرى راها دير عليكم دابا في المحتويات، راه ما عندها. ايوا اش غادي نقول لكم، لازون دابا حكمها السبان وحكمها المعاطيه والمعيور. الجيل اللي غادي يطلع اش غادي نقول لكم، غادي يطلع حافظ المعيور من واحد اللي ما عرفناش واش هو كينتمي للالوان ولا كينتمي للبنات ولا كينتمي للرجال ولا شنو هو بعدا. كيخرج يتعاطى بكل حريه وبكل طلاقه. ما عرفناش مع انا اللي كنعرف، انا كنت نعرف انا باللي البدايات ديال اليوتيوب كان اللي تيخرج يتعاطى كان تيمشي، كانوا تيشدوه بلي ما راه شفنا واحد شدوه باقي مازال في اللايف تشد، كان حال لللايف وتشد. فما عرفناش كيفاش هاد القضيه هذه واحد تيخرج تيبدا يتعاطى علينا. امي ديال الخلا عنده محبين، علاش؟ لان تيعرف يلصق الكلمات مع بعضياتها وتيزدح بها عباد الله. فانا بعدا تيغيلفني، انا ما تنزلش لهذاك المستوى، انا ما تيعجبنيش وما يمكنش انني يعجبني. انا انسانه محترمه، ما تنوصلش لذاك الشعبيه ولا ما عرفتش شنو داك الشعاله اللي داير في راسو. غنجاوب على ديك اللي قالت ليه هذيك اللي تتبكي على بنتها، قالت البدويه، قالت ليها انت ما تسوايش حتى خاتم ديال الامارات من داكشي اللي شاد في يدو، اللي داير في يدو ما تسوايش. هي
تتسوى التراب ديال هذيك القريه اللي ترعرعت فيها، اللي نتوما ما عندكمش علاش تحشموا، ما عندكمش الطاسله علاش تحشموا، ما عندكمش علاش تحشموا. سيري شوفي هذوك الفلوس اللي انت دابا تشجعي، زعما تتشجعي في المراهقين وفي الدراري اللي مازال صغار، زعما تتشجعيهم، زعما راه هذاك اللي داير الراجل، زعما اللي داير الخواتم في يديه، زعما راه شي حاجه واو، زعما راه البدويه ما تلحقوش، زعما ما تلحقش خاتم من الخواتم اللي في يديه. اسيروا الله شوفوا راه راك تنبغي نعاير الاخوان، تنبغي نعاير وتنحبس. سيروا الله يغبركم علينا، الله يغبركم علينا وعلى هذا اليوتيوب اللي ماشي من حقكم نتوما بعدا. خاصكم ما يكونش عندكم محتوى، لان ما تتزرعوا في الناس غير الحاجه الخايبه هي اللي تتزرعوها في الناس. تتعلموا الوليدات الصغار زعما هذاك الراجل اللي داير داك الذهب ديال الامارات في يدو هو اللي مطفرها، زعما تقول لي سير انت ما توصليش ليه، ما توصليش الخاتم ديالها، ما توصليش ليه. اسيري يا الجاهله، يا سيري يا الاميه اللي ما قاريه ما تتعرفي راسك من رجلك. اسيري كتعلموا الوليدات الصغار وتتعلموا المراهقين غير الفواحش والمفاهيم المغلوطه قولي ليه هذاك الذهب يديروا فوق راسه ولا يلبسوا ويشطح به، زعما الذهب وفلوسه. ها هو عنده داك الذهب، ها هو تيسعى، ها هو تيدور في التيك توك، ها هو تيدور في اليوتيوب، وحياته كلها يدوزها هكاك، وشويه في الحبس، وشويه برا الحبس، وهو هكاك وهو ساير تيدور في اليوتيوب وتيدور بحال الشوهه. هذا اللي كاين. شنو زعما تتقولي للناس، وشنو زعما تتقولي للوليدات الصغار، زعما شنو زعما هو قدوه، ولا هو شي حاجه زعما، ولا هو طفرو، ولا هو زعما حيت عنده الفلوس؟ فين عنده الفلوس؟ فين عنده الفلوس؟ شي بحال هذاك عمرو ما غيدير الفلوس، وعمرو ما غيشبع، وعمرو ما غيكون في المستوى، ما عمرو ما غادي يكون في المستوى، لان فاقد الشيء لا يعطيه. وهذاك الصالون وخا عيا ما يجلد فيه، وخا عيا ما يجلد ويلمط فيه ويبدل كل مره تبديله، واللي معربن، واللي ولد بيئته، واللي مخو جامد، واللي اش غادي نقول لكم. الحاصل كثرتو وحنا القنوات اللي تنجلبوا في الخير، والقنوات اللي تنبغيو نرقيو المجتمع ونخليو الناس يكونوا يفكروا بطريقه اللي هي في المستوى ويعيشوا مزيان في حياتهم، ما يتاثروش بهذا الخماج هذا. ما غاديش حنا ما غاديش نقدو عليكم، لان كثرتوا بزاف وما كاينش اللي يجمعكم، وما كاينش اللي اشنو هذا التخربيق هذا، وشنو هذا التراشق بالمعيور. انا اللي تنعرف خاص ينزل قانون ممنوع هذا التراشق بالمعيور، ممنوع. واش وحده تتخرج تتقول وحده تتقول البدويه انت الجسم ديالك هاكي داير وتتقول ليها انت ما تسويش خاتم ديال واحد جايب داكشي من شي حوايج، وتتقول ليها ما توصلش. احنا عندنا اختي الله ينجيني تكوني اختي، احنا عندنا ديك الاميه، احنا عندنا رجال تيديروا الذهب وديال الامارات من الفوق. عمرك شفتي شي راجل تيدير الذهب؟ عمرك شفتي شي مثالي تيدير الذهب كاع مثالي ديال؟ عمرك شفتي شي مثالي تيدير الذهب؟ عمرك شفتي شي مثالي تيدير الحضره؟ عمرك شفتي حنا عندنا رجال تيديروا الذهب في يديهم؟ عمرك شفتي حنا عندنا رجال تيشطحوا شطح ديال النساء؟ عمرك شفتي حنا عندنا رجال تيتعايروا المعيور ديال النساء؟ ودرتيه قدوه. وسيروا الله يغبركم علينا، والله ياخذ فيكم الحق. السلام عليكم الخوت. اش غنقول لكم، راه كاين ما يتقال، هادشي ما خاصو يحبس. الناس راه وصلت لواحد المستوى ما عرفت كيفاش في الحضاره وفي التقدم، وحنا هادو تينشروا لينا اش تيعلموا الجينيراسيون اللي عاد طالعه. تيعلموا الرجال ما يكونوش رجال. بقى لينا حنا الذهب في اليد، لا راه هذاك الذهب اللي في يدو ساوي ما قدش ساوي ما نعرف شحال، وقول له يبيعوا، ويرتاح شويه، ما يبقاش كيدور علينا بحال الكوكوط في اليوتيوب وفي الانستغرام وفي قولي ليه يشد الارض شويه، يبيع داك الذهب الا عنده شي وثائق عليه، ولا يقد انه هذوك الذهب يوكلوه ويجلسوه. سيد تسعة الاخوان، سيد تسعة، والسيد عمرو ما غادي يشبع، والسيد تيزرع تيزرع في المراهقين قيم لا اخلاقيه ومنحطه، والسيد جاهل وامي وما تعرف ما تعرف من الله من الرسول، ما كاين غير الشعوذه. اش غادي نقول لكم؟ الشيء كون جات عليا انا ممنوع شي حد يدير تراشق ديال هاد السبان هذا بالطريقه هذه المنحطه، ممنوع تكون في اليوتيوب، ممنوع. خاص هادشي هذا يتهز للحبس، ممنوع هاد التراشق هذا بكلمات منحطه بزاف.
والا راه الجينيراسيون راه ولادهم، حنا مازال ما عندنا لا ولاد لا حتى شي حاجه، راه ولادكم هما اللي غادي ولادكم ولادهم هما اللي غادي يتاثروا بهذا الهم وهذا الفساد هذا اللي تنشروه. انا نشوف ولدي انا تيتفرج في واحد تيقول لهم تيتعاطى ليهم بحال الوليات وتيشطح بالذهب اش اش الخماج هذا، اش الخماج يكون عندك وليد راجل غادي تربيه راجل وتشوفيه مريوه. اش المهم الاخوان اش غادي نقول لكم، ما ما كاينش معامل نورمالمون هاد الناس هادو راه خاصهم يتجمعوا، راه ما خاصهمش يبقاو، راه ما خاصش المعيور يكون مسموح به في اليوتيوب، راه هادشي اللي تنعرف وما فهمتش انا علاش وكيفاش. الحاصل السلام عليكم سمحوا لي على هاد الخرجه هادي. السلام عليكم، ندخلوا في